اتضح انه متجوز. ايه يا مولاتي انتي سألتيه؟ هو وصلها لي بشكل غير مباشر في وسط الكلام. تلاقيه حاسه ان انتي بتتقربي منه فحب يحدد موقفه من البدايه. معلش يا مولاتي انتي اتسرعتي. اتسرعت دي تتقال لما اكون عرضت نفسي عليه. اللي انا عملته ده مجرد مناوشه من بعيد. وادي المناوشه جابت نتيجه وعرفتي ان هو متجوز. معلش يا مولاتي انا شايفه ان انتي تشيليه من دماغك خالص. لا بالعكس، انا كده احط في دماغي اكتر. طب وهنعمل ايه؟ هو اكيد مشغول مع مراته. انا قلت لك قبل كده ان جودر بقى ملكي، وانا لسه عندي كلمتي، وانا دوري ان انا انسي مراته دي حتى لو كانت جميله وملهاش مثيل. شوية شاي يساعدوك على التركيز. شكرا. الله 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 على الخضرة والطيور الجميلة، بيعملوا جو من بهجة، بيخلوا النفس في حالة إشراق، حالة شاعرية. أنا عايزك تجتهد كده وتتعلم من الشيخ عبد الأحد، وما تخليش أي حاجة تشغلك. تشغلني؟ زي ايه؟ زي مولاتي جوهرة. وهتشغلني ليه مولاتك جوهرة؟ واضح إن هي مهتمية بيك من أول ما وصلت، وعلى فكرة هي دي طبيعتها، دايما بتتعلق بأي حاجة جديدة وبعد كده بتلفظها وبيبقى بالنسبة لها عديم القيمة. أنا جاي هنا في مهمة محددة، مش فاضي أدخل في أمور ملهاش معنى بالنسبة لي. على فكرة كنت عايز أنبهك لحاجة مهمة، خلي بالك من أي أكل بتقدمه لك مولاتي جوهرة، لأنها ممكن تكون عاملة لك فيه أفعال روحانية عشان تتعلق بيها. إيه ده؟ هي ليها في الأفعال الروحانية هي كمان؟ المثل بيقول ابن الوز عوام يا سيد جودر، ولا إيه؟ أنا بنبهك علشان ما تنشغلش عن المهمة الخطيرة اللي أنت سبت أهلك وبلدك علشانها. ويا ريت الإنسانة اللي تشغلك تكون مقدرة انشغالك بيها